بيبدأ الجزء الأول من فيلم ذا رينج ببنتين صحاب اسمهم كاتي وبيكا، وهم قاعدين بيتفرجوا على التلفزيون. فبتقول بيكا إنها سمعت قصة عن فيديو مرعب أي حد بيتفرج عليه بيموت بعد أسبوع، وبعد ما بيخلص الفيديو بتجيله مكالمة من شخص مجهول بيعرفه ميعاد موته وبيخلي حياته جحيم. فبتتصدم كاتي وبتقول لها إن صاحبها فرجها على فيديو غريب من أسبوع بالظبط وقال لها نفس الكلام اللي هي قالته، وده معناه إنها هتموت النهاردة. وفجأة بتحس إنها بتتخنق وبتموت، ولكن بيطلع إنها بتمثل عشان تعمل مقلب في صاحبتها بيكا. وقتها بيرن تليفون البيت وبتكلم كاتي والدتها وبتطمن عليها، وبعد ما بتخلص المكالمة بتلاقي التلفزيون اللي في مكتب والدها اشتغل لوحده. فبتستغرب الموضوع وبتقفله، وفجأة بتلاقيه اشتغل لوحده مرة تانية. فبتترعب كاتي وبتشد الفيشة بتاعته، وساعتها بتسمع أصوات غريبة جاية من ناحية أوضتها. فبتطلع تشوف في إيه، وبتلاقي التلفزيون شغال على فيديو غريب، وبتتغير ملامحها وبتموت. وبعد 3 أيام بنشوف ولد اسمه إيدن قاعد في الفصل بتاعه وبيرسم. فبتيجي والدته راشيل عشان تاخده وتروحوا البيت، وقبل ما تمشي بتتكلم معاها المدرسة بتاعته على انفراد، وبتقول لها إن إيدن راسم كاتي بنت عمته وهي بتموت. فبتشرح لها راشيل إن ده طبيعي لأن إيدن كان بيحب كاتي جدا ومتعلق بيها، عشان كده رسمها وحالته النفسية سيئة. فبتقاطعها المدرسة وبتقول لها ان الرسومات دي من اسبوع قبل ما كاتي تموت، وده معناه ان ايدن كان عارف انها هتموت اصلا. فبتستغرب راشيل من كلامها وبتمشي، وبعدها بتاخد ابنها ايدن وبتروح جنازة كاتي، وهناك بتحاول تواسي امها وابوها اللي بيكونوا منهارين ومش مستوعبين ان كاتي ماتت. فبتتكلم معاها والدة كاتي على انفراد وبتعرفها ان الدكتور قال ان كاتي ماتت بأزمة قلبية، بس هي مش مصدقة الموضوع وحاسة ان في سبب غامض في وفاة كاتي، لانها ماتت وهي صغيرة في السن وعندها 16 سنة بس. ولما بحثت عن النت ما لقتش حد من سنها مات قبل كده بسبب الأزمة القلبية. وبعد ما بتخلص كلامها بتطلب من راشيل تحقق في الموضوع وتعرف كاتي ماتت ازاي. فبتوافق راشيل وبتروح تكلم صحاب كاتي وبتسألهم لو يعرفوا اي حاجة عن اللي حصل. فبيقولوا لها انها ماتت عشان اتفرجت هي وحبيبها سكاي على شريط فيديو ملعون اي حد بيشوفه بيموت بعد اسبوع، وعشان يأكدوا لها الكلام ده بيعرفوها ان سكاي مات هو كمان في نفس الوقت اللي كاتي ماتت فيه. فبتتصدم راشيل من كلامهم، وساعتها بيروح ابنها ايدن لغرفة كاتي وبيفضل واقف قدام التلفزيون كأنه مش في وعيه. وساعتها بتيجي راشيل تتكلم معاه وبتخليه يخرج من الغرفة، وبتلاقي فيها ورقة استلام صور بتاريخ بكرة. فبتاخدها وبتروح تستلم الصور من المحل، وبتلاقيها مجرد صور عادية لكاتي هي واصحابها، بس بتلاقي صورة منهم فيها تشويش على وشهم. فبتستغرب الموضوع وبتروح الفندق اللي كانوا قاعدين فيه وقت ما اتفرجوا على شريط الفيديو الملعون، وهناك بتتكلم مع مدير الفندق وبتوري له صورة كاتي وحبيبها. فبيقول لها انهم كانوا قاعدين في غرفة رقم 12 وطردهم عشان ما دفعوش باقي فلوس الإقامة، وكمان كانوا عاملين إزعاج بسبب صوت التلفزيون العالي. وبعد ما بيخلص كلامه بيوريها مكتبة شرايط الفيديو اللي عنده، ومن ضمنهم شريط لونه اسود كاتي اتفرجت عليه هي وحبيبها. فبتاخد راشيل الشريط وبتروح تقعد في غرفة رقم 12 وبتشغله على التلفزيون، وبتشوف فيديو ابيض واسود فيه 7 مشاهد وهما بير ميه وواحدة ست واقفة قدام المراية وبتسرح شعرها، وبعدها بترمي نفسها من مكان عالي، وكمان شجرة بتتحرق وسلم ودبانة وحشرة 44. واول ما بيخلص الفيديو بيرن التليفون وبتتفاجئ راشيل بصوت مرعب بيقول لها هتموتي بعد 7 أيام. فبتتصدم وبتفهم ان الشريط الاسود ده فيه الفيديو الملعون. وفي اليوم الاول بتروح راشيل تقابل طليقها نوح وبتحكي له اللي حصل، وبيكون مش مصدق ان في حد ممكن يموت بسبب فيديو. فبيطلب منها تديله شريط الفيديو عشان يتفرج عليه بحجة انه ممكن يكون حد عامله عشان يرعب الناس. فبتقتنع بكلامه وبتخليه يتفرج عليه، واول ما بيخلص الفيديو بيرن التليفون كالعادة. فبتترعب راشيل وبترفض ترد، وبتقول لنوح انها تعمل له نسخة من شريط الفيديو عشان يعرف لها مين اللي عمل الشريط ده وتحقق في الموضوع. وفي اليوم التاني بتروح تدي النسخة لنوح وبيشغلوه هما الاتنين وبيحاولوا يدوروا على اي دليل يوصلهم للشخص اللي عمله، بس مش بيلاقوا اي حاجة. وبتيجي صاحبة نوح تشوفهم بيعملوا ايه، فبتاخد راشيل الشريط وبتمشي من المكان. واول ما بتخرج الشارع بتشوف سلم مسنود على الحيطة شبه اللي شافته في الفيديو بالظبط. فبتستغرب الموضوع وبتحس ان الحاجات اللي شافتها في الفيديو
بتدل على حاجة معينة. وفي اليوم الثالث بتروح تراجع الفيديو في الجريدة اللي بتشتغل فيها، فبتلاحظ ان في فنارة في الفيديو ما شافتهاش قبل كده. ولما بتوصل للمشهد اللي فيه دبانة بتلاحظ ان الدبانة بتتحرك، وفجأة بتلاقيها خرجت من التلفزيون وبتقدر تمسكها. فبتتصدم راشيل وبتكون مش مستوعبة الموضوع. وفي اليوم الرابع بتروح مكتبة وبتدور في كل الكتب على مكان الفنارة اللي شافتها في الفيديو، لحد ما بتعرف انها موجودة في جزيرة موسكو. فبتبحث عن الجزيرة دي على النت وبتشوف صورة لمجموعة ستات، ومن ضمنهم الست اللي كانت بتسرح شعرها في الفيديو الملعون. فبتعرف ان اسمها أنا مورجان، ودي واحدة كانت بتدرب خيول ورمت نفسها من مكان عالي زي ما كان موجود في الفيديو بالظبط. فبتحس راشيل ان في حاجة غامضة بخصوص الست دي، وبتقرر تعرف عنها معلومات اكتر. وفي اليوم الخامس بترجع البيت وبتدخل اوضتها وبتلاقي بنت قاعدة على كرسي وشعرها طويل لدرجة انه مش مبين ملامحها. فبتترعب وبتفضل تقرب منها لحد ما البنت بتمسكها من دراعها وبتخليها تشوف رؤية الأوضة في مصحة نفسية. وساعتها بتفوق راشيل وبيطلع ان ده كابوس، بس بتتفاجئ بآثار ايدين البنت على دراعها. فبتتصدم وبتروح تطمن على ابنها ايدن وبتلاقيه بيتفرج على الفيديو الملعون. فبتقفل التلفزيون وبتحضنه وهي خايفة عليه لانه اتصاب باللعنة زيها. وفجأة بيرن التليفون وبترد وهي منهارة، وبيطلع انه طليقها نوح. فبيقول لها انه مصدق موضوع اللعنة وانه بيشوف حاجات من ساعة ما اتفرج على الفيديو ده. فبتقول له ان ابنهم ايدن شاف الفيديو هو كمان، وكده هما التلاتة ملعونين ولازم يشوفوا حل قبل ما يموتوا. وفي اليوم السادس بيتكلم نوح مع ايدن وبيحاول يقرب منه عشان خلاص فاضله يوم واحد ويموت. فبيلاقيه مش مهتم بكلامه قاعد يرسم. وساعتها بتروح راشيل المينا عشان تركب سفينة وتسافر لجزيرة موسكو وتعرف معلومات اكتر عن أنا مورجان اللي شافتها في الفيديو. وقبل ما تركب السفينة بيروح نوح يودعها وبيديها الرسمة اللي ابنها رسمها. فبتشكره وبتركب السفينة وبتمشي. ولما بتوصل الجزيرة بتروح لبيت أنا وبتتكلم مع جوزها، وهناك بتشوف نفس المراية اللي شافتها في الفيديو الملعون لما أنا كانت بتسرح شعرها. فبتتكلم مع جوزها بخصوص الفيديو الملعون وبتسأله لو يعرف ازاي تفك اللعنة دي. فبيترعب لما بيعرف انها شافت الفيديو وبيطردها من البيت. وساعتها بتفتح راشيل الرسمة بتاعت ابنها اللي خدتها من نوح وبتتفاجئ ان ابنها رسم بيت أنا بالظبط. فبتتصدم وبتتصل بيه على التليفون وبتسأله شاف البيت اللي رسمه ده فين. فبيقول لها ان في بنت هي اللي ورته له وقالت له ان ده بيت اهلها، وبيعرفها ان شكلها مرعب ومستخبية في بير عميق ومظلم. فبتفهم راشيل ان البنت دي تبقى بنت أنا وهي سبب اللعنة دي. فبتروح تتكلم مع جارة أنا اللي اسمها ليزي وبتطلب منها تحكي لها القصة كاملة. فبتحكي لها ليزي ان أنا وجوزها ما كانوش بيخلفوا نهائي، وسافروا في رحلة تخييم لمدة شهر وكان نفسهم يكون عندهم طفل. فقرروا انهم يتبنوا بنت اسمها سمارة وعاشوا حياتهم بشكل طبيعي جدا وكانوا مبسوطين. لحد ما في يوم أنا بدأت تشوف كوابيس ورؤى غريبة جدا عن سمارة. فاقترحت عليها ليزي انها تروح المصحة النفسية هي وسمارة عشان يتعالجوا من الموضوع ده، يمكن نفسيتهم تعبانة. وبتعرفها ان سمارة كانت بنت غريبة جدا، واول ما دخلت المدينة بتاعتهم المصايب بدأت تزيد كل يوم بشكل غير طبيعي وناس كتير كانت بتموت. وبالليل بتتسحب راشيل وبتدخل بيت جوز أنا من غير ما يشوفها وبتشغل فيديو لسمارة وهي في المصحة النفسية وبتتفاجئ انها نفس البنت اللي شعرها طويل وشافتها في اوضتها. وفجأة بيجي جوز أنا وبيضربها على راسها وبيمشي. فبتخرج راشيل من الأوضة وهي مرعوبة وبيجي نوح يهديها. وبعدها بيروحوا يشوفوا الاسطبل بتاع البيت وبيلاقوا سلم طويل جدا. فبيطلعوا عليه لحد ما بيوصلوا لأوضة سمارة، وهناك بيشوفوا نقش غريبة على الحيطة. فبيشيلوا ورق الحائط وبيشوفوا رسمة لشجرة محروقة زي اللي كانت في الفيديو الملعون. فبتقول راشيل انها شافت شجرة شبه دي في الغرفة رقم 12 اللي كانت فيها لما شافت الفيديو الملعون لأول مرة. فبيروحوا على هناك بسرعة يمكن يلاقوا اي حاجة في الغرفة، بس مش بيلاقوا حاجة نهائي. وهناك بيمر عليهم اليوم السابع اللي المفروض يموتوا فيه. فبتستسلم راشيل لمصيرها وبيتعصب نوح وبيكسر فازة مليانة بلي. وفجأة بيلاقوا البلي بيتجمع لوحده على شكل سهم. فبيشيلوا السجادة اللي على الأرض وبيلاقوا رسم الدايرة وعليها آثار حروق. فبيكسر نوح الأرضية مكان الدايرة لحد ما بيلاقوا تحتها البير اللي شافوه في الفيديو الملعون. وأول ما بيقربوا منه بيظهر سرب كبير من الدبان وبيهجم عليهم. وفجأة بيقع تلفزيون على راشيل وبتفقد توازنها وبتقع في البير. وساعتها بتظهر لها سمارة من تحت المية وبتمسك دراعها وبتخليها تشوف رؤية لأنا وهي بتخلص عليها وبترميها في البير. ولما بترجع راشيل لطبيعتها بتلاقي آثار اللعنة اللي على ايديها اختفت. فبتفهم انها فكت اللعنة
اللعنة وبتلاقي نوح حادف لها حبل وبتخرج بره البير، وساعتها بتحكي له كل اللي حصل وبتقول له ان سمارة كانت ضحية والقرين بتاعها هو اللي عمل كل ده، وده عشان اترمت في البير وفضلت عايشة فيه لمدة 7 ايام وبعدها ماتت، عشان خلى اي حد بيتفرج على الفيديو بيموت بعد 7 ايام. اما بقى ال7 مشاهد اللي في الفيديو فهم عبارة عن مواقف حصلت معاها، وهي بتخلي الضحية بتاعتها يعيش نفس معاناتها اللي مرت بيها. وتاني يوم بترجع البيت وبتطمن ابنها ايدن ان اللعنة اتفكت، فبيقول لها ان سمارة ما بتنامش ابدا واللعنة لسه موجودة. وساعتها بتتفاجئ راشيل باثار اللعنة على دراعه، وبتفهم ان اللعنة اتفكت عليها هي وبس ولسه موجودة على ايدن ونوح. في الوقت ده بيكون نوح في شقته وبيلاقي التلفزيون اشتغل لوحده، فبيطفيه وبيشتغل مرة تانية. وفجأة بتظهر سمارة في التلفزيون وهي خارجة من بير، وبيتفاجئ انها بتخرج من التلفزيون وبتقرب منه، واول ما بيبص في عينيها بيموت على طول. وبعد شوية بتوصل راشيل عشان تطمن عليه وبتصرخ اول ما بتشوفه، فبترجع البيت وهي منهارة وبتفضل تكسر في شريط الفيديو الملعون وبتحرقه، وبتكون مش فاهمة ليه هي الوحيدة اللي هربت من اللعنة وما ماتتش بعد 7 ايام. فبتشوف شريط الفيديو الملعون اللي عملت له نسخة قبل كده، وبتفهم انها هربت من اللعنة عشان عملت نسخة من الشريط ده وخلت نوح يشوفه، وده لان سمارة عاوزة العالم كله يعاني زي ما حصل معاها. فبتقرر راشيل انها تخلي ابنها يعمل نسخة من الشريط هو كمان عشان تفرجه لحد تاني وتبعد اللعنة عن ابنها. وهنا بيخلص الفيلم. لو عجبك الفيلم ما تنساش اللايك الجميل يا رايق عشان بيفرق معانا جدا، واشترك وفعل الجرس عشان ما تفوتكش افلامنا. ولو حبيت تقترح فيلم نلخصه اكتبه على طول في الكومنتات. سلام.